وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الأدلة في صلاة الجماعة سواء في وجوبها أو في فضلها أو في الإنكار على تاركها كثيرة وجلية، فتخلف كثير من الناس عن الصلوات من غير عذر أو بأعذار واهية. يا جيران المساجد اتقوا الله وأحسنوا جوار بيوت الله، لقد أحاطت بكم المساجد من جهات عدة، فيسمع الرجل الأذان من عدة جهات قطعا لعذره بين يدي الله، فربما تأخر من أجل راحة بدنية أو مكالمة هاتفية أو حبا لمطعم أو مشرب ليس وقته أو من أجل غير ذلك. حاسبوا أنفسكم معشر المسلمين، واعلموا أن التهاون بصلاة الجماعة كبيرة متكررة، فربما ارتكب بعض الناس في اليوم 5 كبائر. حسبنا الله ونعم الوكيل. فحافظوا على صلاتكم، حافظوا على إيمانكم، حافظوا على دينكم، اسعوا في رفع درجاتكم، اسعوا في تكثير حسناتكم، اسعوا في تكفير سيئاتكم، عسى أن يغفر الله تلك الزلات وتلك السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.